السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم كويزي لماندا. بعد غياب طويل جيت وجبت لكم وصفة السفنج الخفاف بطريقة مبسطة بمناسبة الدخول المدرسي. نقول لكم دخول مدرسي موفق للجميع. هنا اروحوا معي طريقة التحضير. نجيبوا غيسيبيون نحطوا فيه نصف لتر من الماء الدافئ، ملعقة من السكر، ملعقة من الخميرة الفورية. هنا نضيفوا حوالي كأس من الفارينة. حطينا السكر باش يحمر معنا العجين. نضيفوا هنا الفرينه ونخلطوه حتى نتحصلوا على القوام هذا. هنا البنات نغطيو الخليط تاعنا ونحطوه دو كوتي لمده 5 دقائق حتى تتفاعل هذيك الخميره مع السكر. ونرجع لكم. ها هو البنات بعد ما تفاعل الخليط تاعنا. هنا نجيبو بيضه كامله. حطينا بيضه كامله. هنا تقدري حتى تروحي تحطي 2 بيضات عادي جدا. وحسب الكميه تاعك، حبيتي ديري لتر من الماء ضيفي حتى 3 بيضات. هنا البنات نضيفوا البيض باش يجي الخفاف تاعنا اسفنجي وخفيف ومقطن من داخل. هنا نضيفوا شويه تاع ملح. انا نحب نضيف الملح هنا باش ما كيما نقولوا ما يخلي الخميره والسكر تاعي يتفاعلوا. هنا نروحوا للفرينه. هنا الفرينه سيداتي كل وحده والفرينه تاعها، كاينه اللي تشرب كاينه اللي ما تشربش. هنا نكملوا نحطوا كميه الفرينه ونبداو ندخلوا فيها غير بالعقل. هنا طبعا حطيت ما عطيت لكمش المقدار، حطيت عيني ميزاني هنا حتى نتحصلوا على عجين يتلاصق. طبعا راح يعذبكم شويه مي كي تخبطوه بيان راح تشوفوا العجين تاعنا كيفاش يولي ما شاء الله. هنا بدلت الغيسيبيون باش نعرف نخبطو بيان. شوفوا هنا بدا يولي عجين ما شاء الله. شوفي كيفاه رجع ابيض، يزيد ابيض ويبلاس يولي ما شاء الله. شوفوا هنايا قلبت رجعته عاودت رجعته عفوا الغيسيبيون باش نزيد نخليه يخمر مده 15 دقيقه. هنا بعد ما خمر ديقع زيتو ونزيد نخبطو بيان. هنا نزيد نرجعو عفوا نزيد نخليه يخمر مده 15 دقيقه خلاف للمره الثالثه. هاو خمر معايا للمره الثالثه. هنا نزيد نديقازيه. شوفوا البنات نزيد نحاول نخبطو شويه. هاو العجين تاعي بعد ما خمر لي 3 فوا. هذا هو السر تاع الخفاف، لازم تخليه يخمر المره الاولى والثانيه والثالثه. هنا راح نقرصو. شوف نشكل الحبه الاولى معاكم في البلاطو. طبعا طريقه سهله وتحبي تشكليها نورمال عادي هكذا. ونزيدو نخليوه في البلاطو هكا شويه باك جوست 2 دقائق 3 دقائق هكذا لو طون اللي يسخن معنا الزيت. نحطو كميه في المقلاة من الزيت، كميه معتبره، نخليوها تسخن. كي تسخن بيان نقصوا عليها وروحوا معايا نعطيكم السر تاع الطياب. شوفي بعد ما نحط الحبه الاولى تاع الخفاف جست ما تحمر معايا من التحت عاده باش نولي نصب هذاك الزيت. شوفي البنات معايا الحبه الثانيه تفهمي. ها هي الحبه تاع الخفاف. صباح الخير. هنا نورمالمون الفيديو هذا صباح يتحط لا غالب، هذا وين حطيته ليسانسيال الحبه تاع الخفاف. شوفي كي تحمر نولي نصب عليه هذاك الزيت. كون نصب من النهار الاول راح لاباط هذيك الطيب وما كيما نقولوا ما تتنفخليش وما تجيش منبله. نقلبوها من الجهه الثانيه. شوفي كيفاه نطيب فيها باه يطيبوا لي كوتي كامل تاعها. وهذا هي السر تاعو تاع الطياب، يجي كما منبل ومقرمش من داخل. انا نستعمل مقلاة واحده. الطريقه هذه ما تربيوش ميم با الزيت. ها هو البنات في صحن التقديم الخفاف تاعي جا مقرمش ومنبل وخفيف كي القطن من داخل. شوفوا البنات كيما نقولوا الصوره تعبر عن نفسها. والنتيجه كان هاد الخفاف الرائع اللي جا فريمون سفنجي وخفيف ومنبل ومقرمش وبزاف بزاف بنين. نتمنى من كل قلبي تكون الوصفه عجبتكم. واذا عجبكم لا فيديو ما تنسوش الجيم وتخليو لي كومونت. واخيرا نزيد نقول لجميع التلاميذ طور ابتدائي متوسط ثانوي دخول مدرسي موفق. واللي عنده اكزامان العام هذا ان شاء الله يكون من الناجحين. استودعكم في امان الله ونقول لكم الى الملتقى في فيديو جديد. وتحياتي الخالصه وسلام.